السكاكر عمالين يقولوا لي العب لعبه ماينكرافت، وانا النهارده قررت ان انا البي نداء السكاكر والعب لهم ماينكرافت، ولكن شكل الحظ مش معانا المره دي، لاني لما جيت انزل ماينكرافت عرفت ان في لعبه جديده نزلت شبه ماينكرافت بالظبط ولكن متطوره بكتير اكتر منها. اللعبه دي اسمها هايتل ولسه نازله السنه دي، ومن اول ما نزلت في مقارنات كتير جدا بينها وبين ماينكرافت، وتتوقع مين اللي كسب؟ اكيد هايتل، لان هايتل نسخه مطوره جدا من ماينكرافت من حيث الجرافيك والواقعيه وكل حاجه، حرفيا فيها حاجات جديده عن ماينكرافت، ولكن في المجمل هي شبه ماينكرافت. المشكله بقى انها لسه ما نزلتش اصلا على الموبايل ونزلت بس على البي سي، فاحنا هنعمل ايه؟ لاول مره هنضطر ان احنا نلعب على البي سي، ومشكلتي معاه اني بحسه معقد اصلا، فكنت بستسهل والعب على الموبايل عادي، فاحنا هنجرب المره دي. ولكن قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وفولو القناه علشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا يا سكاكر. واخيرا نزلت، انا متحمسه. واو، هي الشخصيه الزنجيه دي لو سمحتوا؟ انتوا جايبين لي شخصيه زنجيه بتهزروا معايا؟ بس هي شبه ماينكرافت صح؟ لسه حرفيا اول مره العبها بجد، هلعبها معاكم. بس الاول نغير الشخصيه الزنجيه دي، نغيروا اللون ازاي؟ لازم نغيروا الالوان الاول، معلش. يا جماعه انا مش بتنمر بجد على بشرتهم غامق، بالعكس والله انا بهزر جدا، بهزر يعني. هو ده الشكل اللي انا اخترته. هو معرفتش اغير لون العين صراحه، بس ارحم يعني، ارحم من الاول. تمام، دلوقتي هندخل السيرفر، بس هنسميه سيرفر ريمويلا. اكتب يعني الحرف. اوكي، كتبنا اسم ريمويلا، يلا بينا ندخله على السيرفر ونشوف اللي هيحصل من اشياء سكروبازيه والمغامرات مع ريمويلا. اخيرا السيرفر فتح. ايه ده؟ احنا نزلنا في بيت ده ولا كهف؟ في لاج يا سكاكر، في لاج جامد قوي. استنوا بالراحه، بيقول دوسي اف. طب انا بدوس اف مش بيفتح، بدوس اف بجد. اوكي يا جماعه معلش اعذروا، بس عشان انا لسه بتعود على البي سي وكده عشان ما بعرفش بجد. تمام يا جماعه، شبه ماينكرافت بجد. بصوا البلوكات وكل حاجه، بس بيقولوا في حاجات متطوره عنها، بس حاسه برضو الجرافيك احسن. تعالوا نجربوا التكسير فيها. بصوا يا جماعه، احنا لو كسرنا حته بنسيبوها التاثير بتاعها بيفضل موجود ازاي، شايفين؟ اوكي، بتاخد وقت كتير شكلها عشان تتكسر، هنفضل نكسر ونكسر ونكسر ونكسر. واخيرا خدنا الخشبه بتاعه الشجره، محتاجين نكسر تاني. بصوا احنا تقريبا لو كسرنا دي كل اللي فيها هيقع. انا شفت الحته دي في فيديو صراحه. بصوا وقعت كلها، ده ما حصل، مش بيحصل ده في ماينكرافت، مش بيحصل. كلها وقعت كلها لما احنا كسرنا اللي تحت. دي حاجه واقعيه اكتر، يعني احنا لما احنا نكسره اكيد حاجه من تحت كلها بتقع، فدي واقعيه، دي واقعيه دي. اوكي، معنا خشب. احنا المفروض نعمل ايه بقى؟ اوكي، هنفضل نجمع حاجات عشان يطوروا البيت بتاعنا والحاجات بتاعتنا. ايه بقى الحاجات دي؟ احنا تقريبا احنا نقدر نعمله ده، بس مش عارفه ده الصندوق بيتحط فيه الحاجات دي طبعا لازم نجمع الحاجات بتاعتها عشان نصنعها، فلسه لازم نجمعه. مش هنقدر ناخد الفاس والسكينه والحاجات دي، لازم نجمع الحاجات. انا قررت ارجع البيت تاني اشوف حاجه اقدر اعملها هنا. اوكي، احنا ممكن نكسر الحاجات دي عشان ناخد. ايه ده؟ في كرسي؟ ايه ده يا وش عامل كده ليه؟ بتضحك ازاي؟ شريرة والله العظيم، شكلها مرعب بجد. هاي يا سكاكر، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده معنا ماينكرافت. بطلوا هطل بقى عشان عايزين نجمع الحجر كده. بعد ما جمعنا الحاجات ممكن نصنع الحاجات دي، ممكن نصنع بتاع اللي بنكسره بيه. هنجيبه ده عشان كده جه معانا. تمام، ده بقى اللي هنكسره بيه الحاجات. دلوقتي خرجنا في رحله استكشاف، هنفضل نستكشف الحاجات اللي موجوده وهندور نشوف هنعمل ايه. ممكن ناخد الزرع ده، احنا خدنا حاجه بتتاكل اهي. واخدين بالكم هناك؟ حاسه في حاجه، استنى نروحوا هناك. هو ايه الكائن اللي قاعد هناك ده؟ شكله عامل كده ليه؟ ايه ده؟ في صندوق هنا جنبه، تعالوا نشوف الصندوق ده فيه ايه كده. في حاجة هنسرقها يا سكاكر. احنا مش بنسرق حاجة، احنا بنسرق يعني احنا بنسرق بمجهودنا، ده مجهودنا. تمام. البيت ده بيعمل ايه هنا؟ هي دي قرية بقى زي ماينكرافت وكده. في صندوق تاني، واحنا نعمل ايه؟ هناخد كل الحاجات اللي فيه بكل هدوء وسلام، ومحدش شايفنا ولا حد يقول لنا اي حاجة. بصوا انا بقول لكم ان في عفش كتير هنا، بدل ما نفضلوا نبني كل حاجة تاني ونجمع الحاجات عشان نبني الحاجات دي، احنا نسرق العفش اللي هنا عشان نحطه في بيتنا، يعني بكل سهولة. الحياة سهلة. وقت في سرير هنا كمان، يلا بينا ناخدوه بدل لسه نجمع الحاجات عشان نعملوه. الحمد لله البيت زي ما هو، ما غيرناش فيه اي حاجة، زي ما دخلنا زي ما سيبناه. صدقني يا عم الكروي، احنا ما غيرناش اي حاجة، كل حاجة زي ما كانها، ما غيرناش حاجة ولا خدنا حاجة. احنا ممكن نشتري حاجات منه، بس احنا مش عارفين ايه الحاجات دي اصلا. حد عارف؟
مش هضيع الحاجات اللي معايا في حاجات انا مش عارفه هي ايه. تمام يا سكاكر، انا تايهه، انا مش لاقيه البيت اللي نزلت فيه. هو فين؟ انا محتاجه الحاجات اللي معايا احطها في الصندوق، ما عادش ينفع اخد حاجه تاني. فين البيت يا جماعه بجد؟ انا في دب مالناش دعوه. فين البيت بتاعي؟ فين؟ هو بيجري ورايا ولا هيعمل حاجه ده؟ هو شافني؟ مالناش دعوه، يلا بينا ندور على البيت. هو بيجري ورايا صح ولا لا؟ تمام، هو ده البيت اللي احنا كنا فيه؟ لا مش هو. احنا تهنا يا سكاكر. بص الفرخه هنا شكلها عامل ازاي. ايه ده؟ شكلها واقعي عن ماينكرافت. تعالي دلوقتي نشوف هيحصل ايه. بتهرب، تعالي هنا يا فرخه، احنا شرنا هنقتلوكي. في فرخه كمان بس احنا خلاص احنا ضربنا دي. ما تموتش ليه دي؟ ده ايه ده يا الفرخه بتاخد ده كله ومن اول ضربه تموت. الله اتحبست هنا. استنى خدي هنا استني. انا قاتله الفراخ الشريره، قضيتها الفرخه. هقتلك يعني هقتلك. خلاص ماتت، احنا قتلنا الفرخه قاتله الفراخ. في كهف هنا كمان بس احنا مش هينفع ننزل عشان مش معانا امكانيات. المفروض نلاقوا البيت الاول عشان نحط الحاجات اللي معانا فيه. هو فين البيت؟ 2000 years later. بيتنا حبيبنا، ده لفت الماب كلها عشان نلاقيه بجد. انا عارفه انت بتقول هي بتقول على الكهف المعفن ده بيت. ايوه عشان لسه فقيره ولسه هجمع ولسه هبني واجيب خشب وابني البيت. لسه احنا جمعنا برضو بعض الحاجات المفيده الجميله بمجهودنا طبعا، مش سرقه ولا حاجه. جمعنا نار. تعالوا بقى ننور البيت بتاعنا كده ونخلوه بينور ويشعل شويه. اوكي نحط دي هنا. تحطش ليه؟ حطت هنا البيت بتاعنا نور ازاي. لسه طبعا هنبنيه بالخشب طبعا وهنطوره كتير جدا عشان هو السقف بتاعه متكسر وعايشين في بيت فقير ومتكسر وفي زرع وحاجات كركباشية. بس احنا هنعدل كل ده بإذن الله. جمعت وهصنع سكينة علشان احمي نفسي من الأشرار المهربسين ونحمي نفسنا يا سكاكر. معانا سكينة دلوقتي. الآلة دي بقى لما بنحط فيها الخشب بتاع الشجر بتحوله لمربعات خشب كده. اوكي فاحنا هنبني بقى بالخشب ده البيت بتاعنا، بس محتاجين بقى خشب بتاع الشجر ده ياما جدا عشان نقدروا نجيب عدد يكفي ان احنا نبنوا بيت حلو. اسفين للطبيعه الخلوبه بس لازم نجمع الخشب ده عشان نجيبه خشب. ايه ده؟ استنى جه منين ده يا جماعه بجد؟ استنى فين السكينه؟ خد دي. تتجرع تضربني انا ايها المهربش؟ خد دي. الله دمي نقطه بيجري ورايا. والله بيجري ورايا صح؟ بيجري ورايا. استنى ادخل البيت بسرعه مش هيحصل اي حاجه. قربنا خلاص قربنا. عايشه متخلى ازاي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا بولع عليه ده. ايه اللي بيحصل ده؟ انا موت. النار بتولعني. يوه استنوا طيب نرجع تاني. الحاجات راحت، الحاجات موجوده تاني. هناخد تمام الحاجات دي موجوده معانا. في حاجه بس وقعت. تمام هناخد الحاجات اللي وقعت دي. يا جماعه النار دي بتلسعنا. ما متناش بسبب الدب، موتنا بسبب النار سبحان الله. بس موت في بيتنا احسن ما نموت بره. يعني الدنيا شكل الدنيا ضلمت بره. فاحنا خطر لو احنا طلعنا دلوقتي عشان ما فيش حاجه وحش تاني يقتلنا. فانا مش عايزه اموت صراحه. ايه ده؟ انا قفلت على نفسي بره. استنى ندخل جوه. خلينا جوه يا ابني. استنى. تمام دلوقتي بقى احنا عايزين نبني بيتنا بالخشب مع ان مش معانا ياما يعني، بس هنبني برضه. هنبني الاول من جوه بالخشب وبعدين نهد بره ونبنيه بالخشب. ليه؟ عشان ما نهدش بره يقوم اللي جوه متهد علينا. الله الحته دي شكل خشب ده شكله حلو ومتزين ازاي، مش زي ماينكرافت. دي احلى طبعا، دي احلى بكتير. تمام بس الدنيا دلوقتي ايه؟ ضلمت. هنعمل ايه دلوقتي؟ هننام. عايزين سرير. هنحط السرير كده وهنسميه رمويلا بيد وبعدها هننام عليه. تصبحوا على خير يا سكاكر. ايه ده؟ احنا صحينا بسرعه كده. احنا لحقنا. انا حاسه ليه الدنيا لسه مضلمه. هو في نور شويه يعني بس احنا ملحقناش نناموا. حاسه ان انا عايزه انام تاني. تمام نفتح الباقي. في ضلمه. السما لونها احمر فازرق. عارفين الجو ده اللي هو بيبقى الصبح بدري قوي صح؟ بس احنا برضو حاسه ان انا صحيت بدري. النار. تمام بصوا بتحرق ازاي فيها. اوكي احنا هنرجع تاني ننامولنا شويه كمان. وبعدها نبقى نصحى تاني. بيقولوا لنا من الساعه 7:30 مينفعش نناموا يعني ولا ما الدنيا لسه بدري. قررت ان انا اطلع بنشاط واتمتع بجو الطبيعه وادخل رحله استكشافيه اجمع فيها حاجات انا محتاجاها تاني. لحظه كده انا حاسه ان انا طلعت مغفله في خريطه يا جماعه، في ماب. ايه الغباء بتاعنا ده؟ وانا كنت تايهه من البيت بتاعنا اهو. والمكان اللي احنا بص مكان كبير ازاي.
المكان اللي فيه طوب هناك ده، ايه رايكم نروحوا المكان اللي قصادنا اللي فيه طوب؟ في اماكن تحت هنا، خريطة كبيرة عايزين نستكشفها كلها. تمام، هنمسكوا النهاردة المكان اللي هناك ده، هنروحوه اللي هو ملهوش اخر ده. يلا بينا نروحوه. وصلت هناك. ايه اللي هنا بقى؟ هو ده الطوب. استنى، هو في كهف هنا ولا ايه؟ في كهف تحت اهو. يلا بينا ننزلوا نشوفوا ايه اللي موجود جواه. بس استنى عشان ننوروا المكان عشان ضلمة يعني. ايه بقى السلم ده؟ اوبس، مفيش اي حاجة. مفيش اي حاجة هنا. استنوا، طب تعالوا نكسر السلم ده ناخده معانا. بما اننا جينا لقينا المكان مسدود، فاحنا هنكسر الحاجات دي علشان ناخدوها معانا. استنوا، هنكسر الحاجات دي عشان ناخدوها معانا. وفي خشب جاهز بالمرة، فهناخدوه يعني بالمرة، مش هيحصل اي حاجة. هو مش راضي يتكسر ده كله ليه؟ تمام، نكسر دي كمان، وهنكسر الخشب كله عشان ناخدوه معانا. في حاجة ورا، في حاجة ورا يا سكاكر. استنوا كده، ايه بقى المكان ده؟ واو واو، ايه المكان ده؟ انا حاسه. تعالوا نسرقوا الحاجات دي. طيب في بتاع، ايه البتاع ده؟ استنى ناخد. ايه ده احنا خدناه؟ لا ما بيتاخدش، يا خساره ما خدناهوش، مش بيتاخد، اتكسر. احنا بقى نستكشف المكان ده، ممكن نلاقوا هنا كنز مخفي ولا حاجه. تعال ناخد الفرشه دي عشان نحطها في البيت بتاعنا. هناخد الحاجات اللي احنا نحتاجها في البيت بتاعنا. في حاجات هنا كمان، يلا نسرقها. ايه ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عمو، انا مش بسرق حاجه، انا مش بسرق حاجه، انا اسفه دخلت بيتك، انا اسفه، انا مش بسرق حاجه صدقني. هو جاي هيعمل حاجه؟ ده طيب يا اختي عليه. طيب ازاي؟ شكله غريب بس طيب. لا خلاص، احنا هنقعد هنا بكل هدوء، صدقني قاعدين هنا بكل هدوء، مش هنعمل اي حاجه صدقني ايها العمو. واخيرا لقينا الكنز المخفي. يلا بينا بسرعه ناخد الحاجات اللي فيها قبل ما العمو يجي يقفشنا. مش كده احنا الحاجات اللي معانا اكتفت صراحه. يا غبيه، كان المفروض اسيب الحاجات دي كلها في البيت اصلا، مش عارفه جايب الحاجات دي ملهاش لازمه. المهم بسرعه قبل ما العمو يجي لقينا بنسرق البيت بتاعه والكنز بتاعه. يلا بسرعه نشيل الحاجات دي وناخدها ونروح على البيت بسرعه نحطها، لان انا لفيت مش هلاقي حاجه تانية صراحه. 2000 years later. بص يا سكاكر، انا بنيت الحته دي، شكلها حلو ولا لا؟ اكيد شكلها حلو يعني، صح؟ دلوقتي كمان هنعمل السلم اللي هنا. بصوا السلم بقى. استنى نكسر لكم دي، استنوا. والله الشكل حلو، لسه كمان لما البيت يكمل كله من جوه ونكمله من بره هيبقى شكله اجمد بكتير بكتير بكتير. انا متحمسه. عايزين بقى نبني الارضيه دي كلها ونشيل الحاجات الكركبوشيه دي كلها. اوكي، بص خلصت الحته دي. بص النازله دي، هيبقى في سلم في الناحيه التانية، وهنكملوا الارض هنا بقى. الارض الحته الفاضيه دي انا فضيتها. بصوا يا سكاكر، انا لقيت مكان غريب جدا في الخريطه. بصوا شكله عامل ازاي. احنا دلوقتي هنروح المكان ده عشان نستكشفه، وهنعرف ايه اللي موجود هناك ومخبيينه عننا. انا وصلت الصراحه ومش لاقيه غير طوب يعني. واو، ايه ده؟ هو ده الباب بتاعه صح، لقيته. استنى بس عشان نسرقه. النار دي ممكن تفيدنا. في ارنب، ده الارنب اللي بيجري ده. يا جماعه الحيوانات هنا شكلها جميل قوي والله. هما بس شوفوا المكان اللي جوه ده. المكان ده ايه ده؟ مكان عبادة الاصنام ده ولا؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. كهف مفتوح ومهجور، ودي كراسي. استنوا تكوا اف. شفت انا بقيت شاطره ازاي يا جماعه؟ بلعب بالبي سي وشاطره ازاي. في مكان تحت هنا بقى، تعالوا نشوفوا ايه المكان المخفي اللي استنوا، في بوابه زرقاء. اللي وقف قدامها ده وحش، انا خايفه اقرب. الوحش ده انا خايفه اقرب له والله العظيم. هيعمل ايه؟ طب بصوا في مداخل تانية يعني. تعالوا استكشفوا الحتة اللي جوه التانية دي، ممكن برضو نلاقوا في كنز هنا. تعالى ناخد الكنز ده، ناخد اصل احنا ناقصنا حاجات كتير قوي، عشان كده طلعنا نستكشف يا جماعه. فاحنا بقى هندوروا على الكنز والحاجات دي. يا سكاكر افرض البوابه دي كان فيها كنز ولا حاجه. انا طب استنوا، هديله التفاحه دي. افرض سكت، تاخد التفاحه، تاخد. بيبقى بيدور عليا، ده مش ورايا، بيجري ورايا صح. جاي ورايا. تعالى لي بقى، انا ماسكه لك السكينه. لو راجل تيجي بجد. هو واقف جوه. هو راح فين؟ ما هو انا هدخل البوابه دي، انا هدخلها، بس انا عندي خطه ذكيه المره دي. احنا هنخليه يجري ورايا ونجي لافين اللفه وداخلين البوابه. بص بقى، بصوا، انا هنا. تعالى. هدخل بوابه. ما دخلتش. ايه ده؟ احنا دخلنا. ايه
المكان ده؟ ايه المكان ده يا جماعه؟ اقسم بالله اللعبه دي تحفه، احسن من ماينكرافت. ايه بقى جو الفانتازيا ده يا جماعه بقى؟ بصوا بالله عليكم، بصوا الجرافيك، بصوا بقى، بصوا المكان تحفه ازاي. انتوا شايفين المكان؟ ايه المكان ده تحفه. طب ايه المفروض اعمله هنا بقى؟ الله شكله جميل خالص، والله العظيم شكله جميل خالص يا جماعه. غزاله، بصوا الغزاله يا جماعه، انا بحب الغزالات. خلوصي عليكي جميل، احنا بتحمر يا خلوصي عليكي جميله ازاي. عينها بتحمر، ما علينا. يا خلوصي عليكي جميله ازاي. ده الجوز بتاعها، جوزك ده صح؟ جوزها يا جماعه. هندور بقى المكان ده نستكشفه ونشوفه هنروحوا فين وهنيجوا منين وهنعمل ايه. بصراحه يعني انا لعبت ماينكرافت كتير قوي وانا صغيره، بس ولا مره شفت الحاجات الحلوه قوي دي. بصوا الاقزام، بصوا الجرافيك، بصوا الغزاله والحاجات الحلوه، الحيوانات، كل حاجه حلوه ازاي. ايه بقى الاماكن دي؟ في بيت عليه علامه، بس احنا هنكسرها وهندخل عادي، هنتجاهل العلامه دي وهندخل. ما احنا ندخل يعني هندخل. هي بتتكسر ولا مش بتتكسر دي يا جماعه؟ مش هتتكسر سكاكر، مش هتتكسر يا سكاكر. ايه البتاعه دي؟ هو في مهمه طيب او حاجه ان احنا نعملها عشان نكسر البتاعه دي؟ متخيلين ان كل البيت اللي هنا سكاكر مش راضيه تفتح خالص عليها العلامه الصفراء دي؟ هي كده اكيد معناها ان في مهمه هنا او حاجه احنا المفروض نعملها، بس عشان لسه اول مره العب اللعبه بجد، فانا مش فاهمه ايه اللي احنا المفروض نعمله عشان نفتحوا الاماكن المقفوله دي. وبصراحه انا عندي فضول جدا ان انا افتحها، ولكن مضطرين دلوقتي ان احنا نرجع للبيت بتاعنا علشان نستكشف باقي الخريطة، اللي ان احنا المكان ده مكان جميل جدا استمتعنا فيه. رجعنا، بس يا رب ما نلاقوش الوحش تاني في وشنا بجد، يعني يا رب ما نلاقوش في وشنا. نطلع نجري على طول، نطلع. مش هنا، يلا نمشي قبل ما يجي تاني. تمام، باي باي يا بوابة يا المدينة الجميلة الفانتازيا. الدنيا ظلمت يا جماعه. انا بنام فبنام بالليل عشان بخاف من الوحوش يا جماعه. سكاكر استنوا، طيب احنا معناش سرير، طيب معناش اي حاجه، طيب نناموا هنا حتى. مضطرين نطلع في الضلمه دي ونعافر لحد ما نروح بيتنا البعيد اللي مسافه 200 كيلو متر، ولازم نضحي عشان نرجع بيتنا. انا في الطريق أستطيع الحياة بلا ما لدي عائلة وأصدقاء. أنا في الطريق، لو كنت أصغر ما في الكون لن أتوقف مهما يكون. أنا في الطريق. إننا وصلنا يا سكاكر البيت أخيرا. بيتي حبيبي، أنا هدخل أنام وخلاص، لأننا قعدنا يوم طويل جدا. تصبحوا على خير يا سكاكر. طب كده خلصنا يوم النهاردة في اللعبة، وعايزة أقول لكم يا سكاكر إن دي من أكتر أو هي أكتر لعبة استمتعت وأنا بلعبها. حرفيا ما استمتعتش كده وأنا بلعب لعبة تانية، حتى ماينكرافت اللي احنا عارفينها كلنا. بجد أنا استمتعت في دي أكتر منها كتير، على الأقل فيها حاجات جديدة نستكشفها، مش مخدت منها كتير زي ماينكرافت. فكتجربة ليا أنا استمتعت وهلعبها تاني وهصور لكم تاني حتى لو انتم مطلبتوش، وأنا حبيتها. وبس كده، بما إننا وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك في القناة علشان يوصلكم كل جديد يا شوية سكاكر.